صباحكم فل. موضوعنا النهاردة هو موضوع مسألة تقبل الآخر في الغرب. احنا ناس من أصول عربية، من أصول مهاجرة، وهم ناس من أصول أوروبية ودي بلدهم. اشتغلنا وتعبنا ودفعنا ضرائب وخدنا الجنسيات، او لسه في طريقنا لاخذ الجنسيات، او يعني واخدين اقامات مفتوحة، او whatever المسمى او التايتل اللي انت واخده، ولكن انت ما انتش اوروبي وما انتش زيهم. طيب يعني ايه تقبل الاخر؟ انا بصراحة بتقابلني مشاكل كتير قوي هنا في ألمانيا، وخصوصا في التعامل مع الألمان بشكل عام، انه فيهم طبعا المتقبلين وفيهم اللي مش متقبلين، بس النسبة في الناحية الشرقية اللي احنا فيها اللي مش بيتقبلوا الآخر كبيرة، أعلى بكتير. لأن خلوا بالكم إن الناحية الشرقية كانت مقفولة وكانت الDDR، فما كانوش بيشوفوا غير نفسهم. فجأة اتفتحت عليهم ماسورة كده، جابت لهم من كل شتات الأرض، جابت لهم بقى عرب على مسلمين على أفغان على عراقيين على سوريين على مصريين على بقى أوكران على بتوع آسيا، على يعني فتحت مرة واحدة وما كانوش بيشوفوا. ففجأة جالهم ذعر. طب أوكي، أنا متفهمة إن القيادة هي اللي ادت الأوامر إنها تفتح، بس كمان الناس لازم تتأقلم. انتوا النهاردة لما بنجيلكوا احنا كناس جديدة وبنشتغل وبنتعب وبنثبت حالنا وبنتعب اكتر منكم عشان نثبت حالنا، الناس اللي جاية جديدة دي بقى اللي هم المهاجرين او اللاجئين او العرب المسلمين، انتوا بتطلبوا منهم حاجة اسمها انتجراسيون. الكلمة المانشيت الأكبر في كل حاجة. حضرتك ما عندكش انتجراسيون، حضرتك مش مندمج. لا حضرتك احنا مندمجين وعندنا انتجراسيون، ولكن في المقابل أنا معايا انتجراسيون، أنت معاك إيه؟ معاك تقبل للآخر؟ معاك اكسبتانس؟ معاك تولرانس؟ لا للأسف. فازاي انت عايز تجيب واحد عمل انتجراسيون واندمج، وبعدين مع واحد عنده رفض لكل شيء؟ رفض ليك من مجرد ما يشوف لبسك، رفض ليك من مجرد ما يشوف لونك، رفض ليك من مجرد ما تتكلم غيره، او عندك فكرة غيره، او عندك اسلوب غيره. هو رفض للمغاير او المضاد او المش معروف. يعني في ناس كتير بتخاف من حاجة ما يعرفوهاش، وده طبيعي، بس في الزمن اللي احنا فيه اصبح انك تعرفها اسهل بكتير من زمان. يعني النهاردة في حاجة اسمها شات جي بي تي، في جوجل، في جيميناي، في كل حاجة تعرفك المعلومة. ما بقتش لسه هروح واسأل وادور واجري واشوف واجيب كتب بقى واقرا. لا يا جماعة، الموضوع سهل. فانت لو مش عارف سهل تعرف، لكن انك تهاجم دائما اللي قدامك فقط لان انت مش فاهم، او لان انت مش عارف، او لان انت مختلف في الرأي معاه، ده مش اسلوب. ده كده احنا بنتكلم الديمقراطية. فين الديمقراطية؟ الديمقراطية معناها احترام الجميع لآراء الجميع، والرأي الأغلب هو اللي يسود أو هو اللي يمشي على الأغلبية. يعني فين بقى الديمقراطية دي؟ يعني بصراحة يعني في لسه مشاكل كتير في ألمانيا، وخصوصا بالنسبة للمسلمين وللعرب. ورغم ان في ناس كتير تقولك لا احنا بنحبكم واحنا يعني طيب، ولو اختلفنا بقى في الرأي هتعملوا ايه؟ هتسمعونا؟ هتفهموا رأينا؟ هتفهموا وجهة نظرنا؟ هتفهموا ان احنا مختلفين عنكم لأبعاد اخرى كتير، من ضمنها ثقافتنا وديننا وتعليمنا وتربيتنا وحياتنا والشمس اللي بتطلع لنا كل يوم. فاحنا غيركم، احنا ناس اكتف اكتر، احنا ناس بنشاع.
انتوا ناس هاديين، مش عايزه اقول الكلمه اللي كل الناس عارفاها، انتوا ناس هاديين بزياده، هاديين ما عندكوش تفاعل. وعموما يعني الهدوء اللي اكتر من لازم ده ساعات بيبقى امراض، لكن مش دي نقطتنا. نقطتنا انه زي ما انت عايز ان انا اندمج، انت كمان لازم تتقبل. انا بسمع حاجات غريبه الشكل، غريبه الشكل، يعني حتى المندمجين وحتى اللي ثابتين نفسهم مش متقبلين هنا، مش متقبلين فقط لان اصولهم غير. يعني ايه يجي حزب زي AfD البديل يقول انا عايزه امشي الناس اللي عايشه هنا ومعاها جنسيات من زمان بس ما اتولدتش هنا، يعني او اتولدت بس اصولها ما كانتش المان، اتراك بقى ولا اي جنسيه كانت هنا من زمان. يعني ايه؟ يعني ايه؟ احنا بنرجع لورا يا جماعه ولا بنطلع لقدام؟ يعني انا مش فاهمه، احنا بنرجع تاني لعصور اللي هي لا واحنا وبس واحنا واحد والاري ونحن فقط. ايه يا جماعه؟ فتحتوا ليه عولمه؟ فتحتوا ليه علينا العولمه لما انتوا مش عايزيننا؟ اللي مش عايزنا احنا كمان مش عايزينه. ما تفتكروش احنا بنعيش، مش احنا بنيجي ننتج، احنا بنيجي نساعد، احنا بنيجي نبني. ولادنا هيبنوا، ولادنا دول لما انتوا كلكم هتمشوا ما عندكوش ولاد، ولادنا اللي هيبنوا، ولادنا اللي هيكملوا المشوار. يعني ايه يطلع ترامب يقول شوفوا شكلهم بالحجاب واصلهم في مطعم، وشوفوا احنا شكلكم ايه وشكلنا ايه؟ ما طبيعي اي واحدة قلعة شكلها احلى. هي المشكلة مش موضوع ان انا اقلع وشكلي احلى، اوكي، بس انا عندي خلفيات اخرى تخليني تمنعني من ده. زي ما انت متقبل ان انا اسيبك قالع، انت تتقبل انك تسيبني لابس. مفيش حاجة اسمها شوفوا شكلهم وشوفوا شكلنا. ما طبيعي انه شكلهم هيبقى احلى. اي واحدة ست سايبة شعرها ولابسة مفتوح وعريان اكيد هتبقى احلى، ده طبيعي. اللي انت بتقوله مش جديد حضرتك يا مستر يا مستر. يعني ايه الكلام الفاضي اللي بيحصل في العالم حاليا ده؟ ازاي يعني؟ انا مش فاهمه. طب فتحتوا عولمه ليه؟ يعني ليه فتحتوا في الالفينات، في اول الالفينات قلتوا عولمه؟ انتوا كنتوا عايزين تخشوا بلادنا عشان تسيطروا عليها، هي دي العولمه في وجهه نظركم. غير كده ما عندكوش. عولمتكم انكم تيجوا تاخدوا ثرواتنا. طب واحنا لما نيجي في العولمه بقى بالتبادل نيجي ونساعد ونبني لا مش عاجبكم، خلاص مش عاجبكم نقفل. تقفلوا ونقفل، لا انتوا تخشوا ولا احنا نخش. انتوا ما فيش حد احسن من حد في العالم. الكلام ده كان زمان لما كانت الناس لسه في غيابات الجب. النهارده الناس كلها زي بعض، الناس كلها بتتعلم. احنا بنيجي من بلادنا معانا دكتوراه. هنا ما فيش حد بياخد دكتوراه، قلائل اللي بياخدوا اصلا باتشلر. فمن فضلكم يعني عيدوا النظر في افكاركم قبل ما تفكروا ان الانسان اللي قدامكم لازم يتغير. انتوا كمان لازم تتغيروا، يا تتقبلوا يا بلاش منها. لا انتوا احسن ولا احنا اوحش، كلنا بني ادمين. محدش بيتقسم على هو اتولد فين. ده اسمه تهريج حضرتك. ده بترجعوا للسنة الحرب العالمية الثانية، من ايام كلنا عارفينه. في ايه يا جماعة؟ ما تفوقوا تصحوا. صباحكم فل. رشا امين.